السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كل سنة طيبين عشان مولد النبي. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة القشطة. طبعا ليه بتشتروها غالية وهي بتتعمل في البيت بجد بكوباية سكر يعني. احنا عايزين كده مج سكر، المقادير بالمج كده زي ما انتم شايفين كده، او 220 جرام بالمعيار يعني. وعايزين كمان زبيب وجوز هند وفانيليا سايلة او فانيليا عادية اللي هي الاكياس براحتكم. وعايزين عسل كلوكوز، واللي ما عندوش عسل كلوكوز ممكن يبدله برضو بعسل نحل ابيض عادي. وربع كوباية مية عادي من الحنفية. وعايزة جيلاتين. انا حبيت احط معاكم الجيلاتين عشان تشوفوه يعني. انا كده عايزة معلقتين كبار جيلاتين بشكل هرمي يعني. بصوا زي ما انتم شايفين كده، هو بيجي كده من عند بتاع الحلويات اللي هو نجيب منه حاجات التورت والحاجات دي. يقولوا عايزه جيلاتين بودر كده زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي بقى الجيلاتين ده هنحط عليه ربع كوبايه الميه. دلوقتي بقى مع بعض هنحط ربع مج كده الميه من الحنفيه، هنقلبه كويس جدا. ده الجيلاتين وهنركنه دلوقتي على جنب، بس انا حبيت اعمله معاكم يعني. كده نركنه على جنب. دلوقتي بقى هناخد مج السكر، هننزل بمج السكر كده بسم الله زي ما انتم شايفين. هننزل على السكر كده زي ما انتم شايفين كده ربع كوبايه ميه من الحنفيه عاديه، معلقه صغيره فانيليا كده زي ما احنا شايفين. انا قلت لكم سايله او تانية عادي براحتكم المتاح عندكم في البيت. وده تلت كوبايه عسل كلوكوز، وممكن تبدلوها زي ما انا قلت لكم ويبقى تقيل شويه زي العسل الابيض. ممكن تبدلوها بالعسل الابيض لو ما عندكوش عسل الكلوكوز، او عند برضو مستلزمات الحلويات عند الحلواني يعني اللي بيبيع الحاجات دي زي ما انتم شايفين كده، ممكن تجيبوه من عنده يعني. دلوقتي هحط ذره ملح صغيره كده زي ما انتم شايفين، وهنقلب كده من الوسط، ما نقلبش من الحرف عشان ما يسكرش زي ما احنا شايفين كده. بعد ما يغلي طبعا هنعرف، بعد ما يغلي كده هنسيبه دقيقتين ونص بالظبط يعني. تبصوا في الموبايل او الساعه دقيقتين ونص وتنزلوه من على النار كده. نقلب من الوسط برضو زي ما انتم شايفين كده من النص لغايه اما تغلي. هي بدات هتغلي كده زي ما انتم شايفين كده. هسيبها دقيقتين ونص بالظبط واطفي عليها. اجيب المعلقتين الجيلاتين اللي احنا حطيناهم في ميه، وبعد كده نحط لهم الخليط ده ونضرب بقى بالمضرب الكهربائي. دلوقتي كده نزلنا بالمعلقتين الجيلاتين، هننزل عليهم بقى بالسكر اللي احنا عملناه بسم الله زي ما احنا شايفين كده. هنضرب كده لغايه بقى لما انتوا شايفين شكله عامل ازاي، لغايه اما يفتحها بقى لونه. بصوا كده بدأ يفتح. طبعا هتقولوا لي هيستوي ازاي او خلص ازاي. بصوا لما دلوقتي يبيض خالص 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 كده ويمسك بقى يمسك كده في المضرب. شايفين كده افتحها اكتر اهو. هنفضل برضو نضرب لغايه ما يفتحها خالص خالص ويمسك زي ما قلت لكم في السلك بتاع المضرب كده. كده القوام عمل ازاي. بصوا بدأ يمسك في السلك شويه، بس لما بقى يطلع كده على السلك من فوق نعرف اللي هو استوى كده خلاص يعني. كده حبيت اوريكم اللي هو تمام. بصوا كده تشوفوا طبعا المضرب، بتلاقيه بيطلع ازاي على المضرب من فوق. شايفين؟ بصوا كده يبقى خلاص كده، كده يبقى تمام.
دلوقتي كده بقى هنجيب صينيه انا مغلفاها بورق الزبده، برضو حاطه فيه زيت، وبرضو جايبه كيس زي ما انتم شايفين كده بصوا، وبرضو دهناه زيت عشان لما نحط الخليط ما يلزقش فيه. دلوقتي بقى نجيب جوز الهند زي ما احنا شايفين كده، بسم الله. كمان هنحط من الحواف كده، كمان كده هنحط من الحواف عشان ما تلزقش. كمان هنحط كده زبيب زي ما احنا شايفين، الكميه اللي انتوا عايزينها. دلوقتي بقى نصب الخليط، بسم الله. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده هنحط عليه بقى الزبيب عشان يمسك فيه، نحط عليه حلو. الزبيب الاول بكرر لكم قبل جوز الهند عشان الزبيب يمسك فيه. وبراحتكم لو عايزين اللي هي تحطوا مكسرات، تحطوا الفواكه المجففة براحتكم. دلوقتي بقى هنرش جوز الهند كده زي ما احنا شايفين، برضو الكمية اللي انتوا حابين تحطوها يعني. دلوقتي بقى اقول لكم هي لازم تقعد 24 ساعة، يعني تخلوها 24 ساعة وما تغطوهاش، واوعوا تحطوها في التلاجة. بصوا بقى اضغط عليها بس خفيف خفيف كده عشان بس زي ما احنا شايفين كده خفيف الزبيب يلزق فيها. بس كده بعد 24 ساعة بقى هوريها لكم تبقى عاملة ازاي، بجد تحفة، يا ريت تجربوها. وكده زي ما انتم شايفين القشطة بعد ما قعدت 24 ساعة، طبعا انا سبتها في المطبخ. بصوا كده زي ما احنا شايفين، بصوا طبعا كده شايفين، هطلعها لكم دلوقتي. وزي ما احنا شايفين كده طلعت بكل سهولة، عشان قلت لكم طبعا احنا دهنينها زيت كده. زي ما احنا شايفين احنا جبنا سكينة دهناها كده زيت برضو عشان نقطع بيها كده، بسم الله، عشان متلزقش معانا تقطيع. نقطع، بصوا تقطع سهل كده كده زي ما احنا شايفين كده، بصوا تقطع بسهولة. ولو لقيناها بصوا مش بتقطع معانا قوي، هنروح دهنها دهنة زيت تاني للسكينة ونقطع بيها عادي. زي ما احنا شايفين برضو هنقطع كده حجم زي التانية كده برضو. وكده حبيت اوريها لكم برضو القشطة من فوق، وبصوا وكده من تحت برضو، بصوا ولا لزت ولا اي حاجة. كنت برضو عايزة اوريكم كده، بصوا هي بتمط ازاي، كنت عايزة اوريكم كده بصوا بتمط ازاي. دي طبعا القشطة بقى اللي بنجيبها من بره غالية جدا، بس انتم طيبين عشان حلاوة المولد يعني هتعملوها في البيت وارخص واوفر بكوباية سكر بس. وكده زي ما انتم شايفين اللهم بارك، ادي الكمية اللي طلعت من المكونات اللي انا قلتلكوا عليها من كوباية سكر. يا ريت تجربوها، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، بجد طالعة تحفة واحسن من بره.